صباح الخير، صباح الورد والياسمين او مساء الخير لو بتشوفوا الفيديو بالليل بقى حسب الوقت اللي انتوا بتشوفوا فيه الفيديو. شايفين البوكيه ده بوكيه يعني احلى من بوكيه الورد. انا بحب الاكله دي جدا، بعشقها. انا بحب الاسماك جدا عامه. طبعا التنوع بقى، كل السمك كل ما يبقى فيه تنوع يبقى احلى واحلى. شايفين السمك الصبح الجميل ده، المرجان والمكرال والصبيط والجمبري. هنقلي وهنشوي وحتى القشر مش هنرميه، هنستفاد بيه برضه. صلي على النبي الاول كده، وحطي بقى اللايك قبل ما ننسى كده، عشان انتوا بتنسوا وتخرجوا كده ومش بتحطوا اللايك، وانا بزعل بقى ان انتوا ما بتحطوش اللايك. فحطوا اللايك يا حبايب قلبي، ويلا نكمل مع بعض الفيديو. طرق بسيطة جدا ولذيذة جدا، ان شاء الله تعجبكم. يلا مع بعض، يلا نبتدي. يلا سمي بالله ونبدأ بقى. اول حاجة طبعا انا السمك زي ما انتم شايفينه هو ايه، الراجل منضفه بتاع السمك. بس الجمبري اللي مش متنضف، فاحنا هننضف مع بعض الجمبري. واقول لكم بقى، اول حاجة بجيب طبق مية كده كبير، وبحط فيه بقى معلقتين ملح كبار كده وعصير ليمونة. وكمان معلقتين خل كبار زي ما انت شفتوا، او يعني نص فنجان خل كده. وابدأ بقى ايه، انضف الجمبري. تنظيفه سهل جدا، بنشيل الراس، واجي بقى من الظهر كده من قبل ما اقشره. وابدأ بقى ايه بالسكينة كده، يكون سكينة زي كده سنها رفيع. وبروح ايه طالعه بكيس الرمل، لازم الكيس الرمل اللي هو في الظهر ده لازم يتشال. بعد كده القشرة بنحط بقى صباعي بين القشرة واللحم كده، بيطلع معايا بسهولة زي ما شايفين، سهل جدا في التقشير وما بياخدش وقت. ادي اول واحدة. هعمل معاكم تاني كده. انا كنت عاملة كام واحدة اصلا، حطيتهم بقى ايه في الطبق اللي هو المليان مية ده. والطبق التاني ده انا هعمل فيه ايه بقى، هجمع فيه الروس والقشر. قولوا لي ليه، هقول لكم بس مش دلوقتي. شايفاكي بقى يا اللي بتقولي انتي حاطه السمك في الحوض كده وياي. الحوض ده حوض ستانلس، بنضفه كل شويه زيه زي المواعين كده، على طول بغسله كذا مره في اليوم. فهو نضيف زيه زي الطبق بالظبط. وانا مش مليان ميه مثلا فتقولي لا، طب المصفى، حتى المصفى انا برضو بنضفها من جوه كويس ومن بره، فالدنيا نظيفه يعني ما تخافيش. بحطه بعد كده، انا بغسله كويس، بنقعه بقى يعني، انا بشطفه كويس وبحطه بنقعه كمان في اللي هي الخلطه اللي احنا عاملينها دي. وبرجع اشطفه تاني، فما تخافيش يعني، بنضفه كويس. نضفت بقى الجمبري والسمك بتاعي كله برضو، سيبته منقوع يعني حوالي ربع ساعة مش اكتر. بصفيه كده واديه برجع اشطفه تاني كويس. بس كده بيبقى معاكي نضيف ومفيهوش اي زفارة نهائي يعني. دي بقى الخلطة اللي هنتبل بيها السمك بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده، كام فص ثوم محترمين، وشوية جزر مبشور كده، وبقدونس وفلفل بقى اخضر على احمر. يعني نوعي، لو عندك ما عندكيش حطي بقى الموجود. وطماطمايه صغيرة جدا، مش دايما بحطها، ساعات وساعات يعني، مش اساسية معانا اصلا. وبعد كده بقى عصير ليمون، عصير كده ايه، دي الليمونة حلوة كبيرة كده عصرتها عليه. والتوابل بتاعتي، التوابل الأساسية اللي هي بتاعت السمك. ما بحبش أنا خلطات التوابل للسمك، بحب أنا أعمل إيه، التوابل اللي عندي كمون، شوية فلفل أسود صغيرين جدا، بس الأساسي معانا كمون وملح وشطة وبابريكا. ممكن بتحبوا حاجات تانية حطوا، بس أنا هما دي الخلطة اللي أنا بحبها، ما بحبش أكتر من كده. وهتبل السمك بتاعي يعني يا دوب بس أسيبه 10 دقايق كده، ربع ساعة مش أكتر من كده. وممكن نشتغل على طول يعني، مش محتاجة تتبيل زي البانيه وكده قوي. يعني ما بتتساب شوية في التتبيلة بتبقى حلو، ما تسابتش خالص برضو تبقى حلو يعني. عادي، ده شغال وده شغال. بعد كده بقى هاتي القشر بتاع الجمبري اللي احنا سيبناه على جنب، نقعناه كويس جدا في برضو ايه، في ملح وليمون كده وخل. وغسلته كويس وصفيته كويس جدا. بعد كده في حله بقى على النار، نسخن الحله الاول كويس جدا، وبعد كده نزل فيها على طول قشر الجمبري من غير ولا نقطه زيت يعني، احنا عايزينها بس نعمل منها شوربه. بعد كده حطيت بقى فصين حبهان وبصلايه مقطعه وطماطمايه مقطعه وحته جزر كده متقطعه برضو، والميه، وسبتهم بقى يعني، سبتها خدت غلوه. وبعد كده هديت النار وسبتها شويه بقى على النار كده لحد ما اطلع منها يعني شويه شوربه حلوين كده. السمك المكريل بتاعي انا خليت الراجل فتحهولي سنجاري، يعني بيتفتح من الظهر، ده قصدي بكلمة سنجاري. وبعد كده بقى يعني نحطه في الصينية زي ما هو كده، وتحته معلقتين زيت، يا اما لو عندك ورق فويل ورق زبدة تغلفيه بالورق الزبدة وورق الفويل كده، علشان الدهون ما تنزلش في الصينية، تفضل في السمكة كده، فتفضل طرية كده وجوسي، والدسم بتاعها فيها، لان الدسم بتاع المكريل بيبقى طعمه جميل جدا. وما تحطي عليها السلطة كمان اللي بنحطها عليها، تشرب الدسم ده، بيبقى طعمها خطير يعني. نبدأ نقفلها كده، وتحت الشواية بقى يعني نفتح عليها الشواية. تاخد لون حلو كده، طبعا معلقتين زيت كده على الوش مش اكتر يعني، شايفين اللي هو سرسوب صغير من الزيت، فكل سمكية عليها معلقة زيت. ونسيبها بقى تحت الشواية لحد ما تاخد لون ذهبي جميل كده.
تعالوا نعمل طبق شوربة سي فود صغير جدا كده واقتصادي قوي، يعني حاجة كده مش هنستخدم فيها حتى حاجة، يعني ايه غير واحدة جمبري او جمبريتين على حتتين صبيت، حاجة بسيطة مع مكعب زبدة ومعلقة زيت وايه وبصلاية مبشورة، بصلاية صغيرة وفص توم وايه ونص جزرية صغيرة كده مبشور، بس كده لان هعمله طبق مش كبير. اديله تشويحة اللي هو يعني تلاقي تحسي كده الريحة بتاعتهم طلع كده. ونبدأ بقى ايه، عندي اهو زي ما انتم شايفين شوح معلقة دقيق واحدة بس، ونشوحها برضو مع الخليط ده. يعني معلقة الدقيق دي هنحط معاها نص كوباية لبن، ده بديل عن الكريمة، بديل اقتصادي اكتر، طبعا الكريمة هتبقى ألذ واطعم، بس هي بديل حلو برضو بيطلع لك شوربة سي فود برضو طعمها جميل. اللي انا حطيته بقى بعد كده بعد ما شوحت اللبن مع الخليط الميكس بتاعي اللي انا عاملاه الدقيق والخضار والجمبري والسبيط، نزلت بقى بشوربة الجمبري اللي احنا عملناها، صفيتها من قشر الجمبري وحطيتها وتقليبه كده، واسيبها اللي هي قوامها ايه يتقل شويه، شويه ملح وفلفل وبس كده. دي بقى الخلطه بتاعت الدقيق بتاعي اللي هنقلي بيها بقى الجمبري والسبيط والسمك المرجان. عندي كوبايه ونص دقيق كده، يعني حوالي كوبايه ونص، وحطيت عليهم حوالي 4 معالق نشا، وشويه كركم صغيرين قوي يعني على طرف المعلقه كده تدي لون حلو، واسيبهم بقى ايه. دي الخلطه بتاعتي اللي اقلي بيها. بس بعدين بقى عشان السمك كان خلاص بدأ ياخد لون، فقلت ابدأ بقى اقطع السلطه اللي هنحطها على السمك، عشان اول ما خلاص اطلعه من الفرن احط عليه السلطه وادخله فرن تاني، بس بقى ايه ابقى مشغله الفرن من تحت مش مشغله الشوايه. حطيت بقى اقطع بصل كده، بصلايه صغيره كده هفرمها ناعم زي ما انتم شايفين، واحط عليها بقى ايه بقدونس برضو اقطعه صغير، وطماطم برضو اقطعها صغير خالص. انا بحب السكينه الصغيره المشرشره دي جدا، بتقطع الخضار بطريقه حلوه قوي، احسن من السكاكين التانية. شفتوا احسن حاجه اقطع بيها خضار صغير كده وتقطعه حلو هي السكينه دي. حط بقى عليه رشه ملح بس مش اكتر، مش هحط عليه توابل، ويبقى طعمه حلو كده مع الزيوت او الدهون اللي طالعه من السمك. واحط في نص السمكيه كده، شايفين خدت لون جميل ازاي، هي لازم تبقى واخده الدرجه الحلوه دي. وبعد كده بقى ايه ادخلها الفرن تاني، وزي ما قلت لكم اشغل من تحت بس مش هشغل الشوايه تاني. ونبدأ بقى نقلي السمك بتاعنا. القلية طبعا السمك المقلي بيكون يعني اخر حاجة عشان يفضل مقرمش وحلو كده، بس احنا عشان حاطين نشا فيفضل مقرمش ان شاء الله، هتلاقوه مقرمش وجميل. بعد كده بقى احط عندي الجمبري بتاعي. ممكن تعملوا الجمبري تحطوه في الدقيق وترجعوا تحطوه تاني في ميه متلجه وترجعوا تحطوا له دقيق تاني، فيعمل لكم طبقه مقرمشه كده من بره. بس بصراحه انا بنحبه طبقه واحده بس كده تبقى رقيقه، بس عشان يتحسي بطعم الجمبري ما يبقاش فيه كتير، اللي هي الطبقه الخارجيه دي متبقاش تخينه يعني سميكه. بعد كده بقى ايه بقى زي ما انا بحب اللي اعمله في كيس علشان امسكه كده، انا حطيت كام واحده مع بعض ورحت ايه مقلباهم في نفس الوقت، ويطلع لك حتى شكل حلو من بره كده، يعني تبقى فيه حاجات كده زوايد من الدقيق بتديكي شكل حلو للجمبري وقرمشه برضو. بعد كده بقى قليته في الزيت، يعني الجمبري بياخدش وقت نطلعه بسرعه، مجرد ما ياخد لون على طول نطلعه عشان الجمبري، ومش على نار هاديه بقى لان احنا مش عايزينه يمط، كل ما يستوي اكتر يبقى زي البلاستيك. هو الجمبري لازم دقيقتين على الجهه دي ودقيقتين على الجهه التانية وخلاص، اكتر من كده لا. بعد ما خلصت الاكل بقى، دي الاكله دي كانت ناقصاكم بجد، يعني كان نفسي اعزمكم كلكم، بحب جدا الاكله دي واتمنى تحبوها معايا وتعملوا لايك للفيديو وتعملوا بقى كومنت لذيذ كده زيكم. ومتابعه لو مش متابعيني لسه، جربوها، ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب.